أنا هايدي العبد، مستثمر ملاك في الشركات الناشئة ورواد الأعمال أو Angel Investor زي الناس ما عرفتني. عملت الشو ده علشان نسمع القصص الحقيقية ورا النجاح، القصص الحقيقية اللي ورا الناس اللي نجحت وسابت أثر. هنا هنعرف الإنسان الحقيقي اللي ورا أي بيزنس ناجح أو أي كيان ناجح في الحياة. ممكن تكون شركة ناجحة أو أسرة ناجحة أو حتى قصة مؤثرة عن اكتشاف الذات. أنا بدور على قصص ملهمة تلهمني وتلهم كل اللي يتابع The هايدي العبد شو. أنا عمري ما اشتغلت في حياتي غير نولا، يعني دي كانت أول شغلانة في حياتي. فيها نقطة مهمة قوي إن أنا محظوظة بيها جدا، إن أنا بشتغل مع أخويا. يعني انتي خلقتي كاب كيك وخنقت لها الفاليو بروبوزيشن او اليونيك سيلينج بوينت. احنا قدرنا نخلق ان الناس تبقى عايزه تشتريها كل يوم. انا حاسه ان انا لما سبت نولا اخويا طار بيها. كانت ابتدت بقى تبقى موضه، وكان ابتدى بقى في نيويورك يبقى فيه الطوابير. موضه بره بس بره، لا ما كانش لسه للحظه اللي جالك فيها، اللي عارفه الاها مومنت دي، اللي هو خلاص هي دي انا عايزه اعمل ده. كنت انتهيت كشغل، كنفسيتي. عادة أنا مثلا بنصح الناس أقول لهم لا اشتغلوا شوية، أنتي ما اشتغلتيش. إيه اللي الألوان والفرش والرسم اداهولك مش لاقياه في مجال تاني؟ أنا تهت من نفسي، وحاسة إن الفن خلاني ألاقي نفسي تاني. إن أنا كان عندي خجل فظيع من الناس. خجل إيه يا ليلى؟ أنت كنت بتطلعي سبيكر في لا، خجل إن أنا عايزة أسيب نولا. بتحيني إنك تبقي جوه تاني؟ لا، أنا مؤمنة إنه ورا كل براند فيه هيومن ستوري، قصة محدش بيشوفها بس بتحرك كل حاجة. ولما كنت بدور مين يبقى أول جاست، كنت عايزة حد قصته حقيقية ومليانة transformation. Hi, I'm Layla Siddi, the owner of Nola Cupcakes. أول ما قعدت مع ليلى صدقي حسيت الانرجي بتاعتها مختلفة، في رحلة حقيقية، في ups and downs، وفي بنت ما استسلمتش ولا يوم. وأكتر حاجة لمستني في ليلى إنها في وسط كل الجري بتاع البيزنس وقفت وسألت نفسها أنا مين؟ ومن هنا بدأت رحلة تانية، رحلة إنها تلاقي الارتست اللي مستخبية جواها. الحتة دي اللي خلتني أعرف إن قصتها لازم تتسمع. ليه هي أول ضيفة؟ علشان قصتها بتمثل البيربس بتاع البودكاست. It's not about the success, it's about the person behind it. حلقتنا الأولى مع ليلى صدقي، تفرجوا على حلقتها ويمكن تلاقوا نفسكم في قصتها. في قصص بتبان حلوة وبتلمع من بره، بس الحقيقة بيبقى وراها معاناة وتحديات وقرارات ولحظات صعبة بتغير الحياة. معانا النهاردة ضيفة هي عزيزة قوي على قلبي، بحبها حقيقي، يعني رائدة أعمال من الطراز الفريد، بنت أنا شايفاها لازم تبقى رول موديل أو مثل يحتذى بيه لبنات وستات كتير. بدأت حلمها الصغير بكاب كيك، كاب كيك، والكاب كيك دي تحولت من كاب كيك لواحدة من أكبر البراندز بتاعة البيستريز والحلويات والديزرتس، نولا. معايا النهاردة ليلى صدقي، the founder of نولا. ليلى، أهلا يا هايدي، ازيك؟ بجد انتي منوراني بنورك، ومش مصدقة اني بعمل ده معاكي for the first time. بس انتي أول اسم جه في بالي، يعني لما قلت أنا هعمل بودكاست بتاعي قلت عايزة، فكرت في حد يكون very different، حد يكون روح كده حلوة زي ما أنا قابلتك أول مرة. ويمكن عايزة أقول قصة مقابلتنا في جليمبس كده سريعة. ليلى بعتت لي على الدي ام في الانستجرام وقالت لي أنا متابعاكي وعايزة أشوفك. I was intrigued، اللي هو يعني أثرت فضولي. ليلى founder of نولا، يعني مؤسسة نولا. عايز تقابلني أنا ليه؟ أنا واحدة angel investor بستثمر في entrepreneurs لسه بيبدأوا، رواد أعمال شباب لسه بيبدأوا. هي بيزنس كبير ما شاء الله، هيوج، وحاجة اللي هو يعني هتبقى محتاجاني في إيه. فاي ثوت إن هو بيزنس ميتنج. أنا فعلا كنت جاية قبلك حاسة بيزنس ميتنج، ولما لقيت القعدة لقيتها أنا واحدة ما بتفتحش الناس بسهولة، وفوجئت إن أنا بتكلم معاكي كأني أعرفك بقالي 20 سنة. صح. روحك، شخصيتك، طريقتك، you're very smart، ذكائك، عندك كمان your emotional intelligence، ذكاء العاطفي عندك عالي بدرجة فظيعة. فاللي هو قلت لأ، يعني إيه ده، الحمد لله ربنا بيرزقني بقى new special friend. Thank you. فبجد thank you so much for coming، انتي منوراني.
ومتشكره ان انت بتجربي، يعني جيتي اجرب فيكي. انا بجرب فيكي النهارده honestly. والله انا الشرف ليا يعني. وزي ما انتي حكيتي احنا ازاي اتقابلنا، ولما بعتلك انتي برضو يعني شدتيني بحوارك بكلامك بالمقابلات بتاعتك. حسيت ان احنا في سيدات قليلة في العالم البيزنس. انا حاليا I'm no longer. ما احنا هنوصل هنوصل للمرحلة هنوصل دي في الكلام. بس أنا I'm no longer running نولا. أخويا هو اللي بيدير نولا حاليا. أنا أسست نولا ودلوقتي اتجهت إلى الفن وبرسم. وحبيت إن أنا لما شفت حواراتك ومقابلاتك وان انتي بتقولي كلام مفيد جدا، قلت لا لازم نتعرف على بعض. واحلى حاجه ان الصداقه بتاعتنا حصلت وان احنا مع بعض النهارده. وزي ما انتي قلتي بتجربي فيا. انا فعلا بجرب فيكي، والله بجرب فيكي. وثانك يو ان انت قبلتي ده. مش كل حد يرضى ان انا اجرب فيه اكيد، لان واحده جديده بتعمل حاجه لاول مره. وانت عشان انت كاركتر برضو ريادي، عارفه اللي هو رائده الاعمال، بتاخدي ريسك. فانت جايه مع واحده اول مره بتعمل بودكاست، ومع هذا يو ويلينج وعايزه تيجي وتساعدي وتشجعي. honestly انا مقدره ده جدا، وبجد والله it's such a big favor. ده يعني جميل هيفضل على راسي يا ليلى بجد طول عمري. سواء يعني كملت ولا ما كملتش. لا انا يعني الشرف ليا بجد، وانا فخوره بيكي. وكلنا بجد لازم نبتدي whatever it is يعني. and I'm so proud of you بجد. فرحانه لك. انا اللي super proud of you. لا ايه ده يعني امال انت هنا عشان كده. I am so proud of you. لا بجد honestly I'm so. وعايزه اقول لك انا طول الوقت بحكي عليكي لما بقابل اي حد. لا نولا صاحبتي على فكره، صاحبتي وبنت جميله قوي. وحكيت لي فاري عنك، واللي حكيت لي بيبو. اصل خلي بالك ما بخرجش كتير، فلما اولادي بيلاقوني مثلا خارجه اتعشى لازم يبقوا عارفين مين انت. اصلا بتنزلي انت مين دي اللي نازله لها مخصوص، لان انا اصلا ما بتحركش يا اما شغل يا اما قاعده في البيت. ان انا انزل اتعشى مع حد دي بالنسبه للولاد حدث. يعني انت نازله بقى مع مين بقى، مين اللي انت نازله معاه. فهم دلوقتي لا حافظينك، ومحمد اكيد طبعا حافظك. طيب انا عايزه ابدا من ليلى. انا دايما بحب الاول ابدا بالشخص قبل البيزنس. ليلى قبل نولا. يعني ليلى كده، خدينا كده مع ليلى من طفولتها والنشأة بتاعت ليلى لحد، وانا هبقى ماشيه معاكي سنه. يعني خدينا كده ليلى وهي طفله. كنت طفله عامله ازاي؟ والله سؤال ما فكرتش فيه بقالي كتير. بجد؟ يعني كنت طفله. انا حاسه ان انا كان عندي فيزز كتيره قوي في حياتي يعني. صح. انا هقول لك حاجه. انا اتولدت في ابو ظبي، بابايا بانكر. فعشت هناك لغايه ما كان عندي 8 سنين. يعني عشت في الخليج لغايه ما كان عندي 8 سنين، وبعدين جيت القاهره من سن 8 ل 15. وده كان مهم قوي في تكوين شخصيتي. ان كنت بحب قوي مصر والمدرسه. وبعدين شغل بابايا اضطريت ان انا اسافر تاني ابو ظبي، وده كان صعب عليا ان انا كنت لسه بتخرج من مدرسه وما اتخرجتش مع اصحابي وكده. بس دي بقى على قد ما هي كانت اصعب فتره في حياتي، كانت زي نقله تانية في شخصيتي في سن 15 تاني. ان كنت في مجتمع مختلف جدا، مجتمع انترناشنال جدا هناك. كلهم الخليج فيها ناس كتير من حول العالم. صح. وكلهم بيتكلموا في حاجات مختلفة قوي وأفكار جديدة وعايزين يحققوا. فده خلق عندي شغف مختلف. إن أنا عايزة كمان أنا أثبت نفسي. ملهاش دعوة أنا في مصر الواحد يبقى ابن مين ولا قصته ايه ولا حدوته ايه. لا، انت هتعمل ايه تفيد المجتمع او تفيد العالم. وده زرع فيا حتة ان انت كيانك كنفسك. وخلاني فعلا دايما عندي interest اشوف انا اقدر اخلق ايه انا كمان. بصي انت كده خدتينا من نقطة ان يعني انت حاسة ان نشأتك في دول بتدي الفرصة للتالنتس، وكل واحد عايز يثبت نفسه. فالايكو سيستم او الجو او البيئة دي هي اللي يمكن بداية ليلى الانتربرنور، رائدة الاعمال، من وانتي طفلة. وانا طفلة. وهقول لك يعني حاجة انا برضو بحسها. ان مثلا انا بابايا زي ما قلت لك هو بانكر، وكان دايما بيقول لنا انا ما عنديش شغلانة ورثها لكم.
اوكي. يعني ودي خلقها فيا، اللي هو انا ما عنديش فاميلي بيزنس، ما عنديش حاجه ليكوا، انتوا اللي لازم تخلقوا ده لنفسكوا. وانا واخويا في فرق بيننا 2 عمر ما كان في اختلاف في التعامل ما بيننا. فما كانش في، عمري ما كبرت بفكره ده ولد دي بنت، لا، على حسب احنا شباب متعلم، انا استثمرت فيكوا احسن تعليم، وروني انتوا بقى هتعملوا ايه. حلو قوي، حلو قوي. يعني الجمله دي متهيألي اللي باباك قالها لك يمكن شكلت طريقه تفكيرك. ان انا دايما كنت عارفه ان انا لازم اعتمد على نفسي ولازم اشتغل، ما فيش كونسبت ان انا يعني وانا كمان عايزه اشتغل. يعني انا انت اشتغلتي فتره الحياه الكوربريت، الحياه انا عمري ما اشتغلت في حياتي غير نولا، يعني دي كانت أصلاً اول شغلانه في حياتي، دي كانت اول حاجه تعمليها، اول حاجه اعملها في حياتي. كنت لسه متخرجه، عندي 22 سنة. هو ده لوحده very impressive، يعني ده بجد يعني بصي الحمد لله يثير كمان الإعجاب إن أنتي في السن ده و22 سنة. عادة أنا مثلا بنصح الناس أقول لهم لا اشتغلوا شوية، أنتي ما اشتغلتيش. أنا ما وده كان اللي كان بابايا بيقوله لي في الأول، إن أنا لازم أشتغل وإن أنا لازم أجرب. وأنا أخدت ده كتحدي جامد قوي، إن أنا كنت عارفة أنا عايزة أعمل إيه قوي، بس ما ينفعش اقول ده. برضو كان في كرم ربنا جامد جدا طبعا. يعني في مهما واحد حلم او قعد يفكر، برضو في حتة بتاعت ربنا. صح. انا مش عارفة اشرحها ازاي، انا ولا كنت يعني أذكى واحدة، ولا ان انا عارفة انا بعمل مش أذكى واحدة لا خالص. دراسيا ما صدقش، دراسيا ما كنتش شاطرة خالص. الدراسة مش معيار، مش معيار. يعني عايزة اقولك لا، دراسيا انا يعني واحدة، يعني كنت بستصعب المدرسة والجامعة، وحاجة انا عمري ما حبيتها، بس حسيت ان انا برضو لازم اعملها، عشان لازم واحد لازم يذاكر. لازم دلوقتي، حتى ما كانش دلوقتي انتي بتشوفي على تيك توك والحاجات دي ناس بتقول مثلا تعليم مش اهم حاجة، انا I really believe ان سيستم التعليم هيتغير بالكامل. يعني بالتكنولوجي و AI وكل اللي بيحصل، الطريقة اللي انا اتعلمت بيها اكيد هتتغير النهاردة. صح. انا بالنسبة لي معرفش، عمري ما استعملت حاجة من اللي انا اتعلمتها بيني وبينك. معظمنا ده حقيقي. يعني يعني كنت بستصعب المدرسة الصراحة، وكنت دايما من النوع اللي بدور على طريقة ازاي انجح بيها. يعني ان انا مش عايزة ابقى قدام اهلي ما يبقاش شكلي وحش قوي، بس هتصرف، يعني هبقى مظبطة نفسي مع المدرس. كنت دايما عارفة بدور على طريقة ازاي انا هنجح بيها، وعملتي قصة نجاح الصراحة. that's why you're here، وفي كل حتة الناس بتحب تقابلك تعرف عملتي ايه. طب بصي بقى، انتي ليلى الطفلة عرفنا عن نشأتك وعرفنا عن الفيزز، مرحلة في ابو ظبي ومرحلة وفي مصر، وما تخرجتيش مع اصحابك. ما أثر فيكي نفسيا الموضوع ده؟ حسسك ان انتي ديتاتشد، او ان انتي خلاص خرجتي من البابل بتاعت اصحابك، فانتي انتي you can survive on your own، او انتي مش محتاجة يبقى ما عندك شلة حواليكي عشان خاطر to thrive او عشان خاطر تلمعي مثلا؟ بصي ان انا حتة ان انا بعرف ابقى جوه مع اصحابي قوي وبحبهم جدا، وبحس ان هما بيحبوني قوي الحمد لله. اكيد يا ليلى. لا الحمد لله، بس برضو بعرف افصل عشان اعمل اللي انا عايزاه. حلو يعني قوي. ان انا في بالانس، ان الواحد ساعات عارفه في مصر احنا كلنا مع بعض دايما كده، يعني كل حد في مصر لازم تبقي عندك شله. عندي ومش عندي في نفس الوقت. يعني ده انا خدت بالي منه. يعني عندي لازم يبقى عندي الوان اون وان. ده بالنسبه لي مهم، ان يبقى في علاقه حقيقيه مع اصحابي، يعني يبقى في حتة حقيقية بنتقابل فيها. يعني ما ينفعش أقول إن أنا عندي شلة، برضو عندي أصحابي بتوع المدرسة هي دي، بس إحنا ما إحناش شلة لسه مع بعض، بس إحنا زي الإخوات بنخاف على بعض. ما إحناش في حياة بعض كل يوم، يعني زي اللي هي الشلة اللي بتنزل كل يوم وتتقابل. لا، مش ده النظام بتاعي. بس في نفس الوقت عندي صحاب وناس بحبها قوي، بس نفس الوقت لما بيبقى عندي حاجة لازم أشتغل عليها وأفكر فيها، أو مشروع لازم أركز فيه أوي، ولازم أديله وقته ومجهوده. ولما حد يقول لك مثلا لازم عندك الورك لايف بالانس، أنا مش واحدة بتؤمن بده.
بجد خالص. صح. في الفترات لو انت في حاجه معينه حطاها في دماغك ما اعتقدش البالانس ده بيبقى موجود. لا خالص، لازم تبقى اوبسست ولازم صح. تتجنن عشانها ولازم تشتغل عشانها، يا اما مش هتقوم. ان انت في حاجات كتير لازم هي بتقوم عليك، ولازم يبقى معاك تيم جامد بس لازم انت تبقى قدوة ليهم ويشوفوا ان انت تقدر، ان انت فعلا عايز تقوم حاجة. لا يعني بتحتاج مجهود وبتحتاج اوبسيشن معين، اوبسيشن قريب من الجنون كمان. ده حقيقه. طيب نرجع بقى لنولا وللحظه اللي جالك فيها، اللي عارفه الاها مومنت دي، اللي هو خلاص هي دي انا عايزه اعمل ده. بدات معاكي ازاي؟ انت كنت حكيتها لي واحنا مع بعض. فانا حابه ان الناس تسمعها لانها يعني صراحه very interesting وصراحه وملهمه لناس كتير. بصي نولا ابتدت، انا كنت لسه متخرجه من جامعه في كندا، كنت بدرس هناك انا واخويا، وكانت طالعه هناك موضه قوي فكره الكاب كيكس. اوكي. وفي نفس الوقت ده سنه كام يا ليلى؟ 2009. اوكي. انا فتحت نولا 2010. ده انتي سريعه. اللي هو ما لحقتيش شفتيها 2009 عملتيها. لا ما أنا لازم اشتغل يعني واحده اتخرجت لازم تشتغل. وهناك كنت متعتي زي ما قلت لك، الاكل في مونتريال كان حلو قوي الصراحه. وكنت بلاقي نفسي طول الوقت يا اما بنزل مطاعم يا اما، وبرضو اتعلمت هناك اطبخ، ولقيت ان انا نفسي اعمل حاجه ريليتد للاكل. ولما ما كنتش بطبخ كنت بجيب الكاب كيكس والاقي الناس فرحانه بالكاب كيكس تقريبا اكتر من ان انا لو طبخت. ما كانوش بوبولار او ما كانوش معروفين وقتها الكاب كيكس 2009. كانت ابتدت بقى تبقى موضه. كانت لسه مبتدئه، وكان ابتدى بقى في نيويورك يبقى فيه الطوابير موضه بره. بس بره لا ما كانش لسه لسه احنا كنا اول محل يفتح. كان ابتدى يظهر بقى على في مصر جروبس على فيسبوك ان انت تطلبي بس يجيلك بعديها ب 48 ساعه. ده كان هوس لولاد وقتها. انا فاكره ولادي كانوا صغيرين قوي في F1 وكده لا يعني كانت ترند ولازم كاب كيكس كل ايفنت. ولازم لا يعني. وكانت نولا هي اول واحده. انت كنتي اول واحده. وانستي كنت دايما لما بشوف نولا انا عارفه ان بحس ان الاونر ست بنت طريقه الديكوريشن، طريقه الاسم، باين قوي ان ذا فاوندر هي بنوته حلوه وذوقها حلو وشهاز عندها عينها حلوه في الاستاتيكس او بتشوف الجماليات قوي. فاللحظه دي بدات لما انت شفتي موضوع الكاب كيكس في كندا. في كندا وبعدين قلتي this is my startup، هو ده اللي هبدا بيه. وقعدت سنه اكشلي عملت له يعني عملت بزنس بلان، وقعدت يعني اي داونلودد ساعتها. فاكره دخلت على جوجل وعملت سيرش. بزنس بلان اول واحده تعمليها كانت هي بتاعت نولا. دخلت وعملت داونلود لبزنس بلان من يعني تمبليت يعني وقعدت املاها. يعني قعدت املاها سؤال كده بيسالك مثلا ايه اللي هيخلي البيزنس بتاعك مميز. فانا من ضمن الحاجات مثلا البراندنج، الديكور، اللوكيشن، المكان بتاعه، كل ده حاجات عارفه لما تقعدي تكتبيها وتفكري فيها وتشوفي ان انت فعلا لازم يبقى عندك مميزات. ايه اللي هيميزك عن الكومبيتيشن؟ ما كانش في ساعتها كومبيتيتورز، بس مثلا كان في ساعتها طالع مثلا انا فاكره حطيت كوستا ويعني البراندز اللي هي كوفي براندز انها كانوا بيجيبوا ساعتها كاب كيكس. لا ما كانوش بس ان انا دلوقتي حتى لو انا كان ساعتها الكاب كيك كانت ب10 جنيه اوكي، فانا لو معايا 10 جنيه ما انا البيرتشيسنج ده باور هعمل بيه ايه؟ هروح اشتري بيه كوبايه قهوه وكيك ولا هاجي نولا؟ وايه اللي يخليني ان انا ازاي اخليه يفكر فيا في المناسبات؟ ان انا بس مجرد ان انا هيبقى عندي العلبه الاربعه والاثنين اللي هي تو شير والعلبه الواحد، وان انا لو داخله عزومه كل ده ان انا الاقي وسائل ان هو يقدر يستخدم الكاب كيك دي في كذا مناسبة، وان انا يبقى في العيد ميلاد ويبقى في يعني مثلا لما يجي الكريسماس. كل الحاجات دي ان انت تقدري توظفيها ازاي تقدر تبقى موجودة في حياة الكاستمر اللي جاي يشتري منك الكاب كيك ده. يعني انت خلقتي كاب كيك وخنقت لها الفاليو بروبوزيشن او اليونيك سيلينج بوينت. انت عملتيها في ماركت احنا ما نعرفهاش اصلا. انت عملت لها زي ما يعني انت اللي ديفايند الكاب كيك ونعمل بيها ايه. صراحه دي كانت شطاره جامده جدا. يعني انك لقيتي الماركت اوبورتونيتي وقلتي واي نوت. كان الوقت وجرأة برضو مش هضحك عليكي، جرأة. لان اعتقد وقتها ما كانتش
الكب كيك عمرها ما كانت رخيصة أو إنها حاجة affordable للناس العاديين. دايما بيجيبوها الولاد في المدارس، لو الأهالي عايزين يدلعوهم ويبسطوهم. صح. فما هي فما خفتيش مثلا إن هبدأ بكب كيكس إن ممكن مثلا متبقاش حاجة اللي هي الناس بتشتريها كل يوم؟ بصي هقولك حاجة، احنا قدرنا نخلق ان الناس تبقى عايزة تشتريها كل يوم. دي بجد شابو، يعني هات صاف، برافو عليك. هي دي من ضمن الحاجات اللي احنا قدرنا، يعني كنت مدركة الموضوع ده بس قلتي أنا هخليها تبقى حاجة كل علشان يوم. كمان الكواليتي كان من ضمن الحاجات ان انتي ازاي هتوظفي شكل المحل، الاكسبيرينس من اول ما هيخش. كل التفاصيل لما بتركزي فيها بيبقى ليها نتيجة. ما بحسش عمر التعب ده بيروح هدر. لا خالص. يعني فعلا يعني الواحد طول ما هو بيسعى بيسيبها برضو على ربنا. يعني في صح ونعم بالله، ده حقيقة. طب ليلى، على سيرة بقى لما كنتي CEO، لما بدأتي وكنتي فاوندر وبعد كده CEO، تقدري كده تفتكري لي التحديات اللي واجهتك في المراحل المختلفة؟ يعني let's say مثلا التحديات اللي واجهتك في الأول في مرحلة التأسيس، وبعد كده في مرحلة الأوبريشنز في بداية نولا. يعني عايزين نعرف التحديات، لأن بتفرق قوي لو حد يسمع من حد زيك تحديات أي مؤسس، أي رائد أعمال. بصي خدي بالك، احنا فتحنا اكتوبر 10 2010، ده شهرين قبل الثورة. ده تحدي ده لوحده اساسا يخلص على اي حاجه. يعني ده تحدي كبير جدا. ده تحدي ممكن الناس ما تكملش. شهرين قبل الثوره، وكانت ساعتها بقى كان في جمعه الغضب. ايوه وكنا طبعا بنقفل، ويعني وكان في حاجات ingredients ما كانتش، يعني قصه الانجريدينتس، يعني المكونات كتير، يعني بنمر بأزمات انها تبقى موجودة في السوق، ما تبقاش موجودة في السوق. واحنا من ضمن الحاجات اللي احنا دايما في حاجات بتجيبيها من بره ولا كله طبعا لوكال؟ 60% من الحاجة 60%. عشان تبقى يعني الجودة يعني طبعا على اعلى كواليتي. طب وعملتي ايه وانت واحدة بتبدأي قبل الثورة بشهرين ولسه بتقولي يعني انا ببدأ بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ اعمل، والثورة قامت؟ بصي انا مقتنعة ان البيزنس اللي يمر بظرف زي ده بيكمل على طول فور جود على طول. يعني الحمد لله. بس يعني مريتي وده ازاي وعالجتي الموضوع ده ازاي؟ كنا صغيرين قوي، فكان كل حاجة انت مش عارفة، يعني انت ما عندكيش ريفرنس لما قبل، فكل حاجة ميزة وعيب. بالظبط، ميزة ولا نوليدج كمان. يعني فانت داخلة بقلبك صح. بس يعني ما فيش عقل فاهم او حماس الشباب مدرك الصعوبات كلها. وفي نفس الوقت غير كده، مثلا انا بالنسبة لي على قد ما هي كانت احلى حاجة، كل ما البيزنس كان بيكبر على قد ما كان بيصعب جدا. يعني وانتي بتبدأيه، هل انتي كنتي متخيلة نولا هيروح فين؟ يعني انتي بدأتي بمحل واحد. بصي هقولك حاجة، كنت شايفة ده بس ما بتقوليهوش. يعني انتي ممكن بتبدأي بس اللي انتي الفيجن دي يعني جواكي. يعني انا كنت طول الوقت بتعامل معاه على اساس ان هو انترناشونال براند، بتعامل معاه على صح. ان هو اعظم واكبر حاجة في الكون، وكنت بديله الحق ده. والله برافو عليكي. فاهمة؟ يعني عمري ما اتعاملت ان هو احنا صغيرين فاحنا لا، احنا لازم نبقى بسرعة ونفكر ونكبر ونحسن ونطور. يعني انا عايزة اقول لك حاجة، انا سنتين بعد ما فتحت، actually اسبوع بعد ما فتحت، جالي واحد وقال لي انت مأجرة المحل من الراجل الغلط. اللي هو حاجة مزورة مثلا؟ ان انا اجرت يعني المحل كان عليه يعني مشاكل بين المستأجر القديم وصاحب العقار وكل ده، والمحل فعلا قفل. يعني انا خسرته في القضية، واول محل اللي هو انتي بدأتي نولا بمحل عليه مشاكل وعليه مشاكل وقضية وانا مش عارفة، وهم سابوني لغاية ما فتحت بأسبوع، وجم وقالوا لي ان انتي مأجرة عشان يلوي دراعي ويقول لي هاتي فلوس. عملتي ايه؟ لا دي دخلت في قواضي لمدة 2 سنين وخسرت القضية. بس شغالة محل فاتح محل شغال. وعايزة اقول لك حاجة، قفلة المحل دي ممكن كانت تبقى احسن حاجة حصلت لي، عشان بس قفل بعد سنتين قواضي. وانا كنت فاكرة
ان ده يعني خلاص، يعني حتى لما المحل قفل، انا كان عندي محل تاني بس في المعادي، محل صغير ما كانش يعني مش انه صغير، ما كانش المعادي برضو بعد الثورة ما كانش بيحقق المبيعات اللي انتي اللي الناس كانت فاهماني ان هو الزمالك والمعادي كان في اماكن كده الواحد لازم يفتح فيها علشان البراند يبقى قوي ويبقى ليه اسم في الاماكن الصح. انت بدأتي في المعادي؟ لا، ابتديت في الزمالك، ده كان اول واحد محل الزمالك، وبعدين المحل قفل بعديها بسنتين، واحنا قعدنا نقول ساعتها استنوا الفرع الجديد، وما كانش في فرع جديد ولا عندك ولا عندي فكرة وقعدنا مصممين ندور في الزمالك على محل تاني عشان ده المحل اللي راح مننا، وفتحنا في الكوربة ساعتها. اوكي، احنا يوميها لما فتحنا في الكوربة احنا بجد قفلنا الكوربة. أنا مش قادرة أقولك من كتر الزحمة من الزحمة والديماند اللي كانت الناس، عشان احنا اختفينا لمدة شهر، الناس كان في طوابير لآخر الكوربة يعني، وده كان فعلا بقى فتحة خير علينا جديدة أحلى. يعني أنا ما كنتش أتخيل إن ساعتها إن ده كان هيبقى محل فعلا ده اللي كان وش السعد علينا، وان احنا بعديها بتاع الكوربة، وفتحنا بعديها بقى من كتر ما المحل الكوربة نجح رحنا واشترينا مصنع، ودي كانت نقلة تانية لنولا خالص. فأنا كنت فاكرة ان اوحش حاجة حصلت لي هي كانت مثلا المحل الزمالك يقفل، بس هو اللي خلاني ان انا اروح. كان خير طبعا، كان خير كبير جدا، وده اللي أخد نولا في حتة تانية خالص بقى بعد كده لما فتحنا. يمكن انتي ما كنتيش تتصوري ان حاسة ان الزمالك ده هيوديكي احسن حتة، بس ما تعرفيش ان في مكان تاني هو ده زي ما انتي قلتي وش خير، ويمكن هناك في يعني كلاينتال في الكوربة عايز في ديماند اكتر وعايز الكاب كيكس، وانتي يعني ربنا زقك غصب عنك. بالظبط، هو زقك تفتحي هناك غصب عنك بالزبط. عشان هناك الخير بالزبط. فدي برضو حاجة حابة الناس تسمعها، ان ساعات بتبقى طول الوقت بنبقى زعلانين ومتضايقين من حاجات ربنا بيحطنا فيها، ونيجي بعد كده اما نبص عليها يعني in retrospect او نبص عليها نرفلكت ونشوف نفكر الماضي حصل فين، نقول ايه ده الحمد لله ان ربنا عمل فيا كده. فانتي بجد الحمد لله ان ربنا عمل فيكي بس ونشفك اكشلي. يعني موضوع القضايا سنتين دي برضو اعتقد ان كانت بتجهزك لفيما بعد ذلك لنولا هتوصل لايه. حاسه ان في الرحله كده درس انتي تعلمتيه ما كنتيش ممكن تتعلميه غير بالتجربة دي؟ يعني هل مثلا الدرس اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع ان ممكن حاجة تبقى خير مش خير مثلا قدامك بس بعد كده اكتشف انها خير، ولا في درس تاني اتعلمتيه ما كانش حد ممكن يعلمه لك لازم تعلميه بنفسك؟ بصي هقولك حاجة، هي نولا طبعا رحلة نولا اللي انا عشتها 10 سنين كانت كلها دروس، يعني كل فقرة فيها كانت درس معين بشكل معين، واهم واحد فيهم زي ما انا بقول لك، وعشان كده انا مبسوطه ان انا معاكي هنا النهارده. والله ده شرف ليا. ان هو الواحد لازم يبتدي، يعني هو بس ابتدي يعني، ولو مكانك is in the right، يعني قلبك في المكان الصح والدنيا وعقلك وده اللي انت نفسك فيه ربنا هيوفقك يعني. وده اللي انا يعني اهم درس بالنسبه لي هو ان انا لازم ابتدي. انت عارفه انت عجباني ان انت نطيتي في البحر وتعلمتي العوم وانت بتنطي، يعني اللي هو انا لسه هتعلم وانا في الرحله. دايما بحس اللي هو الناس عندنا ساعات مثلا بيقعوا في فخ اسمه الاناليسيس باراليسيس، يقعدوا كده الفكره يانالايز ويذاكروها زياده عن اللزوم لحد ما يجي لهم في الاخر اللي هو الشلل اللي هو ما يعرفوش يعملوها. صح. اللي هو الباراليسيس ما يعرفوش يعملوها. صح. لكن لازم تبدأي وانتي برضو مش تبقي جاهزة، ومهما عملتي مش تبقي جاهزة. فانتي بدأتي 22 سنة ما عندكيش أي ريفرنس خبرة، وقلتي لا، قررتي أنا هاخد الكاب كيكس وهبدأ الكاب كيكس في مصر في سوق ما عندوش أصلا، ما فيش كاب كيكس في السوق، which is فرصة حلوة، ما عندكيش competitors بس في نفس الوقت ما عندكيش ريفرنس، ما عندكيش حد نجح قبل كده في الحتة دي فتقدري تتعلمي منه، فبتكتشفي سوق مصر لوحدك. طيب تعالي كده نتحرك لحته تانية، نبدا بقى اشوف الكروت اللي مجهزينها لي. انا عايزه اقول لك اول ما عرفوا التيم ان انا هقابل ليلى صدقي نولا، اللي هو فضلوا بقى اسئله وحطينا بقى قدامي، فطلعوا بقى الفرحه بتاعت ليلى دي عليا انا بقى في كم الاسئله مش طبيعي، اسئله مش طبيعي كتير جدا. بس انا هحاول يعني انت جاوبتي على حاجات كتير وانت بتتكلمي فيها. طيب انت دلوقتي في نولا CEO فاوندر، ومشيتي كده لحد سنه كام؟ يعني
السنة اللي قررتي فيها قلتي أنا خلاص حاسة إن أنا عايزة برانش أوت أو أبقى نولا وأنا هبقى ليلى، هبدأ رحلة اكتشاف ذات في حتة تانية خالص. صح. ده كان إمتى؟ بصي هقولك حاجة. وليه؟ I was obsessed. يعني كنت مجنونة بفكرة نولا. ما كانش عندي باين أكيد يعني ما كانش عندي في حياتي حاجة غير نولا، لدرجة ان انا حسيت ان انا ما بقيتش عارفة انا مين. يعني انا كل اللي بفكر فيه هو نولا، وان انا اكبر نولا، وان نولا دي تبقى احسن حاجة في الدنيا. بس هي ليلى مين؟ ليلى بتحب ايه؟ ليلى نفسها في ايه؟ ما بقيتش عارفة نفسي، وحسيت ان انا تهت في حتة في النص كده. يعني حاسة إن ليلى نولا توهت ليلى، يعني حسستك اللي هو خلاص الشغل خدك ونسيتي ليلى نفسها. ليلى مين وعايزة ايه في الحياة؟ وصلتي للنقطة دي في حياتك؟ اول ما حسيت ان انا وصلت لها ابتديت اقف. هي دي كانت مرحلة البيرن اوت او الاحتراق النفسي؟ مريتي بيها؟ الكلام ده من اول 2018. من اول 2018. طيب هل مريتي في فترة ان انت مثلا انت عارفة ان انت بيرنت اوت وعندك وعي بانك بتمري بالمرحلة دي، بس في نفس الوقت عندك مقاومة او ريزيستنس من عقلك وقلبك ان لا انا ما ينفعش، انا لازم اكمل؟ هل في مرحلة عديتي بيها كده؟ اكيد كان بيجيلي، عارفه اللي هو طبيعي بيجيلك تبقي very motivated وحاسه ان انتي مكسره الدنيا واجمد واحده في الدنيا، وفي ايام مش قادره اقوم من السرير يعني. بس كنت بقدر اقوم من السرير، كنت برضو بعرف اقوم من السرير واقول انا النهارده هكسر الدنيا، انا النهارده ايه المشاكل اللي هواجهها وانا قدها. ابتديت احس ان انا بصحى من النوم انا مش قد المشاكل، حصل لي المشكله دي انا مش قدها في 2018. ابتديت احس ما بقاش يجيلك الموتيف ان انا انا هقوم وهكسر الدنيا. لا، الباور بتاعي. واجهتي نفسك ساعتها قلتي لا انا الظاهر محتاجه اخد قرار مصيري؟ وعلى فكره دي جرأة رهيبه، يعني جرأة رهيبه ان الانسان، انت مثلا عشتي سنين بتعرفي نفسك انا ليلى ذا فاوندر اوف نولا، وكنتي وقتها انا فاكره كنتي بتروحي تحضري ساميتس وبتحضري بانلز وكانت معروفه بالصفه دي. مرحلة ان انت تقدري كفاوندر وحاجة بنيتيها وتفصلي نفسك عنها كأنك بتفصلي جزء منك من كيانك، دي مرحلة صعبة قوي وقرار على فكرة صعب جدا، وانت قدرتي تعمليه بصراحة، يعني احييكي، ده جرأة رهيبة. انا عايزة اقولك حاجة، ان انا كان عندي خجل فظيع من الناس. خجل ايه يا ليلى؟ انت كنت بتطلعي سبيكر في لا، خجل ان انا عايزة اسيب نولا، ان انا حاسه ان انا لازم اقدم اعتذارات، اني اكني بتخلى عن البيبي بتاعي، وان انا اكني مش عارفه اقولها ازاي. خجل من الناس ولا ممكن ساعات مثلا ممكن من نفسك تحسي انت كنتي حاسه ان انت مكسوفه يعني نفسك قدام نفسك؟ وبرضو مش عارفه اقول ايه للناس، معرفش ليه. وقتها اعتقد الناس ما كانتش تفهم كونسبت البيرن اوت قوي، يعني عارفه الناس وقتها كانوا هيشوفوكي ست ناجحه وقوي وايه يعني ايه اللي يخليكي تعملي كده؟ انت ناقصك ايه؟ او انت بعد ما وصلتي كل ده تسيبي ده؟ اللي هو هيقولك عليك يعني استسلمتي، يعني صورتك القويه اللي كانت قدام الناس كانك انت هزتيها بحاجه زي دي. بس فيها نقطه مهمه قوي ان انا محظوظه بيها جدا، وده برضو بكرم ربنا، ان انا بشتغل مع اخويا. ربنا رزقك بالحل، هو رزقك بالحل بالظبط كده. اول مره اقول الكلام ده اصلي كمان والله. ده ايه ده عندي في اول مره فحتى مش عارفه ازاي اقوله، يعني مش عارفه ازاي اقول. انا ساعتها كنت انتهيت كشغل، كنفسيتي، وسندت على اخويا، واخويا كان قدها وسندني. ده رزق ربنا. انت عارفه كان ممكن اخوك يقول لك لا، ما انا مش عايز، ده مش مجال عايز ادخل فيه مثلا. لا، ما اخويا شريكي من اول يوم بس كان ممكن يبقى مش عايز يبقى انتو اوبريشنز، كان ممكن مش عايز يبقى اكزيكتيف. بصي هقول لك حاجه، انا اتخرجت قبل اخويا بسنه، وهو بعد كده هو جه he joined the business. انا حاسه ان انا لما سبت نولا اخويا طار بيها، عمل بقى his own story. his own story. Yes, his own success story. Exactly. قصة نجاحه بقى هو
اخوكي اسمه ايه؟ عادل. ده ان شاء الله لازم اقابله ده. ايوه. عادل، قصه نجاح عادل صدقي بدأها هو، كان خلاص ده بقى رزقه هو، بدايته هو. ايوه. يكفيكي فخر ان انت على فكره ربنا سببك سبب ان انت كنتي يعني كأنك كنتي بتجهزي ده لعادل. انا عارفه انتوا علاقتكم ببعض يعني الحمد لله كله بكرم ربنا، فاهمه؟ كل حاجه ربنا كرمنا احنا الاتنين قوي قوي قوي. وحتى علاقتنا في الشغل ما كانتش اسهل حاجه، مع ان احنا علاقتنا حلوه قوي ببعض، بس علاقتنا ما كانتش اسهل حاجه. هل العلاقه الحلوه دي في الشغل ما كان يعني كانت متاثره في الاول؟ أكيد. في الاول يعني انا وهو كنا عايشين مع بعض في كندا، عمرنا تقريبا ما اتخانقنا مع بعض، يعني عارفه. الحمد لله اشتغلنا مع بعض وكنا هنموت بعض لما اشتغلنا مع بعض. وبعدين احنا اتكلمنا مع بابايا قلنا له احنا مش عارفين، فقال لنا اكيد باباكي ومامتك فرحانين بيكوا قوي صراحه. الحمد لله. انت برضو الاخوات ومتشاركين صراحه حاجه جميله الحمد لله. فهو قال لنا ان كل واحد لازم يبقى ليه الرول بتاعه وهو طبعا يبقى صاحب القرار فيه. صح. ولما عملنا كده وفعلا فصلنا ان كل واحد ليه قراره وفكره وان احنا فهمنا ان احنا الاتنين عايزين الاحسن للشغل، يعني احنا الاتنين بنتخانق عشان احنا الاتنين بنحب الشغل وخايفين على الشغل. ولما ابتدينا نسمع لبعض نفهم هو انت ليه معترضة وانت ليه معترضة، ونلاقي الحل الاحسن اللي جامع فكرنا احنا الاتنين، قدرنا ان احنا نوفق علاقتنا في الشغل. كل ده برضو يعني بكرم وفضل ربنا، يعني ارجع واقول لك ونعم بالله، ده حقيقة. طيب بصي، بما ان بقى احنا اتكلمنا في الحتة دي، لو انت مثلا دلوقتي حد بيسمعك وفي مثلا قرار صعب عليه وحاسس يعني هو مدرك ان لازم ياخده، بس عنده خوف ورعب ان هو ياخده، حاجة كده شبه اللي انت مريتي بيها، تقولي له ايه؟ عنده خوف، قرار عارف انه محتاج ياخده بس هو مش قادر ياخده. ساعات الخوف ده بيبقى حاجة كويسة وساعات بيبقى حاجة وحشة. صح. يعني يعني أنا هقولك حاجة، إن حد يقول أنا عايزة أسيب شغلانة هايلة النهاردة وعشان عايزة أبقى انتربرنور، أنا مش دايما مع الفكر ده يعني برضو. والله أنا بقول كده برضو. يعني ساعات وظيفة هايلة بمستقبل هايل انتي بتقولي كده مع انك ما اشتغلتيش خالص. بس برضو يعني اللي هو قصة ان الدنيا كلنا انتربرنورز وكلنا هننجح وكلنا هنكسر الدنيا، لا، في انتربرنورز كتير شفتهم طلعوا وفتحوا والمشروع ما نجحش، فهي وبيرجعوا يشتغلوا تاني فهي مش دايما ان انا هقولك ان بكرة ابتدي حلمك ومشروعك وهيطير بيك، لا، هو في حسبة بتاعت ربنا. انا ما بقاش يعني انا ما بعرفش اقول ايه، يعني عشان كل واحد ليه قصته. بس انا بتهيألي انتي قلتي الاجابة في الاول لما قلتي يعني هي ان الانسان يبقى، انا شايفه انه يتوكل على ربنا. يعني دايما انتي بتقولي ربنا كان فضله عليا، رب ياخد القرار ويتوكل على ربنا بالزبط. ويبقى ما عندوش خوف، لان في الاخر هو اللي بيرزق ربنا. انا بحس كده، يعني مش بحس، ده حقيقه، دي فاكت، اللي بيرزق ربنا. فانت خايف من ايه؟ رزقك هيجيلك سواء اشتغلت هنا او اشتغلت هنا. فيعني ده وجهة نظري ووجهة نظرك اعتقد انت كمان، يعني ولا ده كده سيطرة على البودكاست. طيب النهارده لما بتشوفي نولا من بعيد او قبل ما تشوفي نولا من بعيد، عندي سؤال كده بصراحة، يعني عندي فضول. لما كنت بتشتغلي، لما كنت CEO، كنت بتختاري التيم بتاعك ده، يعني هيفيدني وهيفيد اللي بيسمعوا، كنت بتدوري على ايه في الناس اللي تشتغل معاكي؟ وكنت يعني ايه الحاجات اللي بتشجعك تقولي ده هيبقى معايا في التيم بتاعي، ده مش هينفع يكمل معايا؟ بصي، هي طاقة. والله لما بقول كده بحس، انا بقول كده بس لما بقول كده بحس الناس طب عايز تسمع اكتر شويه كلام بقى علمي مثلا، بس صح، هي بتبدا بالطاقه على فكره. هي يعني انا ودي حلاوه ان الواحد يبقى عنده الشغل يعني البيزنس بتاعه، وانا كنتش فاهماها ساعتها. انا كل حد اشتغلت معاه كنت بحبه، يعني حلو. فانت في كيمستري في الاول بينك وبين كل الناس اللي عندك. احنا عيله صغيره في نولا بجد، يعني لسه صغيره؟ لا بس لسه بتكلم على الهيد اوفيس. ايوه مثلاً. بس لسه عشان اتس فاميلي بزنس، فاحنا بنحب بعض، يعني لا، في كده في حب جامد جدا بيننا وبين التيم بتاعنا الحمد لله. فانت بتخليه فاميلي، يعني ليتس سي ناخد من كلامك انت بتاخدي حد، بتخليه من حد في التيم لتحول بقى فاميلي. وفي اهم حاجه طبعا اللي هو لازم يبقى فيه الكواليفيكيشنز. يعني برضو انا ما كنتش، يعني
انا في الشغل. ما انا بقى بقولك ايه الكواليفيكيشنز كنت بتدوري على ايه غير بقى الطاقه والكيمستري وانه يعني ايه الكواليفيكيشنز او انا بيرسون ايه الصفات الشخصيه؟ لا هقول لك حاجه، انا very detailed person. فانا بالنسبه لي انا عايزه ايه من الشغلانه دي؟ انت هتديليفر ايه؟ هنكتب الجوب ديسكريبشن، هنكتب الديليفربلز، هنكتب الريزلتس، هنكتب الكي بي ايز. الحاجات دي بالنسبه لي مهمه. انا وبنقعد عليها وبنتكلم فيها ونبقى very clear. كل الكلام ده مهم. انت عايزه الشغلانه دي ايه متطلباتها؟ صح. وحاجات كتيرة قوي احنا كنا بنخلقها في الشغلانة. فهو في وظائف ما كانتش موجودة. انا نفسي في ويندو ديسبلاي ديزاينر مثلا، حاجة بسيطة، بس دي ما كانتش وظيفة. ساعة ما ابتديت ما لقيتهاش. هو ده حد بتاع ديكور، ده حد بتاع ورد، ده حد مين ده اللي هيجي يساعدني بتاع جرافيك ديزاين. حاجات كتير مختلفة أنا عايزاها في وظيفة مثلا. اوكي. فأقعد أكتبها وأشوف إيه الديليفرز. كل شهر أنا عندي كريسمس، عندي فالنتاينز، عندي هالوين، عندي باك تو سكول، عندي عيد الأم. هنعمل وهنحتاج كده، وهندي الأفكار وده المتطلبات. طيب وانتي بتختاري الكاليبرز بتاعتك، بتميلي اكتر لاختيار مثلا حد شخصيته شايفه ان هو في صفات حميده، شخصيته حلوه، بس ممكن مثلا هو مش هايلي كواليفايد قوي، او ممكن مش بس ممكن يتعلم يدخل في مرحله الليرنينج؟ ولا ممكن تجيبي حد بقى جامد جدا سوبر شاطر قوي بزياده، بس هو شخصيته الحقيقه فيها حاجات مش مريحه في كده وفي انا كده؟ عملت الغلطه دي بتاعت السوبر دي. السوبر كل الناس بتعملها تقريبا. دي اكبر غلطه انا عملتها الصراحه. ودي غلطه انت شفتيها انها غلطه؟ ان هم بيشوفوا نفسهم او with my experience ان هم كوار جدا على الشغلانه، على قد عندهم حته ايجويستك ايجو شويه. لا الصراحه الصراحه وفي نفس الوقت نولا كل حد كان بيعمل كل حاجة، كل حد كان قلبه على الشغل، كل حد خايف يعني. والستارت اب بيزنس فاهمين اللي فيها. انت اللي شايل كل حاجة، وكل حد لازم يبقى عنده الحماس ده. صح. برضو ان هو فبالنسبة لي مثلا تجيبي حد operations manager كبير قوي من البيج كوربريتس، لا مش نفس الفاليوز، مش نفس الحاجات دي. بيبقى ليها مانيوال كاتب لهم كل حاجة. انت هتفكر ازاي هناك؟ انت هنا لازم تبقى بتفكر دايما بره الصندوق في ستارت اب. فبالنسبة لي لا، لما كنت بلاقي حد عنده التريتس ان هو ممكن تبني عليها، دي بالنسبة لي توفقت فيها اكتر بكتير. فانت شايفة ان لا، نختار البني ادم ولو يكون هو رادي انه يتعلم، هو جاهز انه يتعلم، اكتر من انك تاخدي حد سوبر وجاي ما بيسمعش وشايف ان هو بيفهم في كل حاجة. ما بيبقاش دايما احسن اختيار. صح. طيب دلوقتي لما تبصي على نولا بتحسي بايه كده؟ بتبصي لها بتحسي بحنين ولا بفخر ولا كده ميكس بين الاتنين؟ كل حاجة حلوة. ولا زعل مثلا؟ لا ما فيش زعل. لا. ما بتزعليش على حاجة معينة؟ لا. يبقى هي ميكس بين حنين وفخر. بتحني اوقات ان انت ايما كنتي انت السي او وبتديري كل حاجة. انا عارفه ان انت ما زلتي، يعني انا سامعاكي في التليفون بتكلمي اخوكي بتطلبي منه حاجات تبعتيها لاصحابك، بس خلاص انت من بره، انت يعني هو اللي جوه. بتحني انك تبقي جوه تاني؟ لا ما بتحنيش. لا خلاص. انا دلوقتي انا دخلت في عالم الفن وبرسم ودي نقله جديده حصلت في حياتي. ما احنا هنتكلم فيها. وانا دلوقتي obsessed بيها. another obsession. it's a new obsession. انت عارفه ان اسمك حلو قوي؟ يعني حلو زيك. انت قمر واسمك حلو. دايما مش قلت لك اسمك ينفع سيلبرتي، ينفع فنانه، ممثله، مغنيه. ليلى صدقي اسم شيك، يعني الحلو للودن. والله اسم حلو فعلا. ف maybe it's a sign ان خلاص لازم you need to take off في عالم الفن. انت رسمك حاجات كتير قوي. هتعملي معرضك امتى؟ ان شاء الله ابريل 7 السنه الجايه، اول سولو. اخيرا finally you have a lot. يعني انا بشوف عندك على انستجرام حاجات مش طبيعيه. حاجات بجد حلوه. طيب تعالي بقى نخش على يعني الفنانه.
ليلى صدقي الفنانة لايق. بصي ليلى صدقي الفنانة ليلى صدقي. ليه الرسم؟ يعني honestly ليه الرسم؟ ليه الرسم؟ ايه اللي الألوان والفرش والرسم اداهولك مش لاقياه في مجال تاني؟ هقولك حاجة، أنا لما عملت نولا كانت أسعد حاجة في حياتي، ودلوقتي وأنا برسم انت رسمتي فيها حاجات في البراندنج بتاعها والحاجات دي؟ بصي هقولك حاجة، كنت من يومين بنظف حاجات كتيرة قوي في استوديو وكده، ولقيت النوت بتاعتي كلها بتاعت نولا عشان أنا كنتي رسمة؟ ولقيت كل ما افتح صفحة ولا بعد أفكاري ألاقي نفسي رسمة حاجات سبحان الله. وأفكار. شفتي؟ يعني أنا very يعني فيجوال، اتخضيت أنا قد إيه كنت بطلع وأنا مش عارفة. انت أصلا بتحبي الرسم طول عمرك؟ يعني طول عمرك بترسمي ولا دي حاجة جديدة اكتشفتي نفسك فيها؟ بصي لا، يعني رسمت في المدرسة وأخدت كنتي شاطرة قوي في الرسم؟ لا في خالص. لا خالص خالص. أنا مش مصدقة. انت شغلك حلو قوي. ازاي يعني؟ هقولك حاجة، كانت فين التالنت دي وانت صغيرة؟ ما كانتش موجودة، ما كانتش لا انا تخيلتك ان انت اكيد وانت طفلة كنتي بترسمي. خالص خالص. بس لقيت ان دي الحاجة اللي انا وانا بعملها افكاري انا ما واحدة ما بتبطلش تفكر. I'm an overthinker بطريقة مرعبة. I could imagine. انا متخيلة. الفترة الوحيدة اللي انا دماغي ما بتفكرش، كل حاجة هادية، كل حاجة حلوة، الحياة حلوة، والحياة احلوت بعد ما ابتديت ارسم كمان. يا سلام. للدرجة دي؟ طب هقولك على حاجة. حاسة ان العقلية الريادية اللي هي عندك، انت اوريدي عقلية ريادية، حتى لو بقيتيش في نولا، انت شخص يعني مثلا فاكره لما قعدت معاكي وكلمنا ممكن نعمل بيزنس ايه في الفن، لقيتك لا انت مخك دايما بيميل لرياده الاعمال، لانك تبداي حاجه. حاسه ده مأثر في اتجاه الفن بتاعك؟ يعني انت مثلا لما بترسمي مثلا خيالك خيال خاص، ولا بترسمي تساؤلات، ولا بترسمي افكار؟ اتجاهك في الرسم ايه؟ افكاري. انا مش متثقفه في الفن قوي، بس بفهم فيه شويه من اللي بشوفه. بصي أفكاري بتبقى بناء على تساؤلات أنا دايما بسألها. تساؤلات يعني تساؤلات، وبقعد بقى أدخل فيها، يعني أقعد أفكر فيها وأطلع لها رموز وأطلع لها فكرة أنا عايزة أوصله بتاعي، عشان أتعرف على نفسي من أول وجديد. وزي ما قلتلك أنا زي ما تقولي أنا تهت من نفسي، وحاسة إن الفن خلاني ألاقي نفسي تاني. الله، حلوة قوي الجملة دي. الفن خلاكي تلاقي نفسك تاني. طيب انت دلوقتي حياتك طبعا اختلفت، ما بقتش زي ما بقتش حياة CEO، حياة فنانة، حياة بقى فنانة براحتها، فري سبيريت او روح حرة. ما عندهاش اي حاجات محدداها او اي قيود. قوليلي كده يومك كده ليلى الفنانة بيبدأ ازاي؟ ولو عرفتي تعملي مثلا مقارنة سريعة كان اصلا بيبدأ ازاي؟ انت مثلا دلوقتي تصحي تعملي ايه الصبح؟ تبدأي يومك ازاي؟ بتقسميه ازاي؟ اكيد دلوقتي يومك مش ليلى خالص الCEO، ليلى الفنانة يومها شكله ايه؟ بصي هقولك حاجة، يومي دلوقتي بقى بسيط جدا، بس واحلى حاجة يمكن برضو من فكرة البيزنس مايند بتاعي، ان انا اتعلمت ان انا لازم يبقى عندي منتورز معينين في حياتي، وانا مطبقه ده برضو في عالم الفن. عندك منتورز في عالم الفن؟ فانا مثلا من المنتورز بتوعي الفنان العظيم استاذنا محمد عبله. طبعا. ده اسم كبير طبعا قوي. فانا مثلا بشوف فنان عظيم زي محمد عبله ازاي قدر يوصل ان هو يبقى فنان عظيم كده. هو في مرسمه كل يوم من الساعه 9 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل. بتحاولي تعملي زيه بالظبط كده. ده بس ده نوع من الكوميتمنت بقى، التزام. ليلى اكيد الفن بيديكي احاسيس ممكن ما كانش بيديها لك شغلك في البيزنس وفي نولا وكده. هل بتحسي وانتي بترسمي ان انتي يمكن في صدق مع نفسك اكتر مما كنتي ليلى المؤسسة والفاوندر بتاعت نولا؟ بصي هقولك حاجة، الفن خلاني أبقى أوضح مع نفسي، بس برضو نولا كنت صادقة جدا معاها، وعشان كده افتكر هي وصلت للناس. الإحساس بتاعه طول، يعني أنا ما بعرفش أعمل حاجة من غير صدق، بس ما كنتش زي ما قلتلك برضو هعيد إن أنا ما كنتش عارفة نفسي، وما كنتش فاهمة أنا قد إيه بجتهد، وقد إيه أنا ضميري صاحي في شغلي. وبرضو
ضميري صاحي مع فني او حقيقتي اللي انا بطلعها في الفن حقيقة مختلفة. بس الصدق موجود في الاتنين. ده اكيد، وعشان كده بيوصل. يعني انا عاوزه اقول لك، انت لو حياتك لما بشوفها بتعجبني اصلا من ديجيتال حتى بتعجبني. ليلى، وانت سي او، كان في الناس شايفينك بشكل معين مثلا، واخدين عنك فكره غلط وحاسه ان انت عايزه تصلحيها؟ ممكن مثلا الناس اللي بيشتغلوا عندك، الناس اللي تعرفك، شايفينك بشكل مثلا. دايما الست اللي هي في مجتمعنا اللي هي الرياديه او الست في البيزنس، الناس تاخد عنها انطباعات ساعات نيجاتيف، ساعات غلط، مثلا قويه زياده، ما عندهاش يعني، ممكن مثلا شديده في الشغل، شديده على الناس. ممكن الناس بره مثلا نولا شايفين ده، بس اللي جوه نولا مش شايفين ده. هل في انطباع غلط الناس كانت واخداه عنك وقتها ودلوقتي انت عايزه تصلحيه؟ هقول لك حاجة، أنا طول عمري بسمع كلمة أنتي قوية، ايوه بالظبط. أنتي قوية، وعمري ما فهمتها. ما كنتش حاساها. يعني إيه قوية؟ يعني أنا بصحى بشتغل بعمل اللي عليا بروح أنام. عشان انتي دور فاعله، مش كل حد بيعرف يبقى عايز يعمل حاجه ويعملها بجد. انا بلاحظ ان لا، الناس بتفكر وبتحلم، بس مين بيأكسكيوت او مين بينفذ نادر قوي. وهقول لك حاجة برضو، لما حصل لي البيرن اوت يا هايدي وقدرت أرجع أبقى نفسي تاني وأحب الحياة تاني، فهمت يعني إيه كلمة أنتي قوية. إن أنا حاسة إن أنا فعلا ساعتها وقعت تعبت نفسيا جدا، وإن أنا قدرت أرجع مبسوطة كويسة، بحب الحياة، بحب نفسي، متفائلة للحياة وللفن. ده ما كانش سهل إن أنا أوصله، وأنا ما كنتش كده، وتعبت في فترة ورجعت تاني. فده بالنسبة لي اللي فهمت إن أنا قوية. طب تقولي ايه بقى للستات اللي حاسين، معظمهم حاسس ان هم مش اقوياء، ومش معظمهم، في فئة قوية جدا، بس في منهم كتير حاسين ان هم بيستسلموا للظروف وما عندهمش حتة ان determination او الاصرار على ان هم يعملوا حاجة هم نفسهم فيها. تقولي لهم ايه؟ بصي هقول لك حاجة أنا برضو اتعلمتها، هو تنظيم الوقت. هي حاجة مش عارفة صح اللي أنا بقوله ولا لأ، بس إن أنا منظمة وقتي ومش مدية نفسي اوبشن هو ده هيحصل ولا لا. ان انتي لو سبتي ساعات نفسك لمخك، ممكن مخك يضعفك، يقولك لا بلاش، ده حقيقي ليه؟ جدا. فانتي لو منظمة ومرتبة، طيب انا لو حصل لي مثلا ان انا في الفترة دي حسيت ان انا لا، ولا حاسة ان انا ضعيفة شوية، بس انا عارفة ان ده اللي عليا اعمله، بعمله برضو. وده اللي انا حاجة وصلت لها. مش عارفة لو اللي انا بقوله ده ده هو صح جدا، ان انت حتى لو مش حاسه انك قادره تعمليه او مش جاهزه بتعمليه. لا انا بصراحه بنبهر بيكي honestly، يعني لما بلاقيكي عامله البالانس ده بين حياتك وبعد ما عرفت انك بتقعدي عندك ترسمي في المرسم قد ايه قلتي؟ كام ساعه؟ من 9 لكام؟ ده الفنان العظيم محمد عبلة. انا بحاول اقلده، انا ماشي. بحاول. بتقعدي لحد امتى؟ لا يعني من 9 ل5 مثلا، يعني كل يوم. وتصحي بدري بقى وكده؟ انا بحب اصحى بدري في حياتي عامه. بحس ان برافو الصحيان عليكي. بدري ده مهم. بس والله هي حاجه بيولوجيكال برضو. يعني انا مثلا في ناس يقول لك مورنينج بيرد، وفي يقول لك نايت اول. انا بحس ان انا اول غصب عني، اللي هو ببقى نشيطه جدا بالليل، والصبح ببقى اللي هو لا، مش شايفه قدامي. انا في ناس عايزه كده. انا عايزه اقول لك حاجه، ان انا من ضمن الاسباب ان انا فتحت نولا ان انا مش عايزه حد يصحيني بدري. ولما فتحت نولا بقيت بصحى الساعه 4 الصبح، يعني مش بدري عادي كمان. يعني لو تصلي الفجر وتشتغلي على طول. لا، اصلي الفجر ويبقى عندي وقت ان انا بحب الجورنال. مهم قوي بالنسبه لي ان انا اقعد مع افكاري ومع نفسي. بيقولوا هيلثي، بس انا عمري ما جربتها. از ات؟ يعني بجد؟ يعني انا بالنسبه لي ما اقدرش ابتدي يومي من غير ما ابقى مرتبه افكاري. يعني انت بترتبيها الصبح، انا برتبها بالليل. لا انا الصبح. فما بنامش. لا انا لا انا الصبح اول ما اصحى اول حاجه اعملها. عامة بيقولوا البركة في الصبح، او بسمع دايما البركة والرزق الصبح. يعني قبل ما الدنيا حتى تصحى بتحسي ان انت قاعده، ما اعرفش انت بس بتنامي الساعة كام يا ليلى؟ ما تقوليش مثلا 9؟ ما انا هقول لك حاجه برضو، لا ايام نولا انا كنت عايزه اعمل كل حاجه وفاكره نفسي المراه الحديديه، فكنت باجي قوي على النوم بتاعي.
يعني كنت بحس ان هو 4 ساعات نوم ده كفايه. دلوقتي انا لو عمري ما بتنازل عن ال8 ساعات نوم. it's very unhealthy It's اصلا extremely unhealthy. انك تنامي اقل من 7. بس انا برضو زي ما بقولك، انا الشغل علمني ان انا لازم اصحى بدري وميزات ان انا اصحى بدري، فغيرت my biological system نفسه. بس يعني طول عمري، لا انا طول عمري من وانا صغيره انا بحب بالليل، بتاعت بالليل. وبعدين لما اشتغلت اتعلمت الادب. عقبالي يبقى كده. طيب تقولي ايه للستات اللي دايما حاسين ان لازم يبانوا ناجحين، شاطرين، محققين ذاتهم، مشغولين، عندهم هدف بيجروا وراه طول الوقت؟ تقولي لهم ايه عشان دول بيقعوا في فخ البيرن اوت او الاحتراق النفسي؟ صح اسمه كده، احتراق نفسي. تقولي لهم ايه اللي هم دايما they want to maintain the image او يحافظوا على الصورة؟ انا ناجحة جدا، انا شاطرة جدا، انا دايما عندي بلان وهدف بمشي وراه. ودايما الصورة دي بحس حتى في البنات الصغيرين، عارفة اللي هم بعد ما اتخرجوا من الجامعة او من هو في الجامعة لازم تبان شاطرة وناجحة لكل حد. انا مع عامة شخصية ما باخدش validation من الناس، يعني ما عنديش، ما يفرقش معايا الناس بتشوفني ازاي، وبحسك انت كده قوي كمان. فعايزاك انت بقى تقولي. بصي هقول لك حاجة، النجاح حلو قوي، وان انتي تبقي مشغولة الهدف حاجة حلوة قوي، بس برضو لازم تشوفي انتي نفسيا عاملة ايه. يعني لازم to check in with yourself, check in with your heart. انتي كويسة، انتي تمام، يبقى كملي في اللي انتي بتعمليه. لو انتي مش تمام ريحي، خدي بالك من نفسك، اسمعي لنفسك. علشان انتي لو قعدتي تسمعي للفكر انتي مفروض تبقي عاملة ازاي versus انتي عايزة تبقي ازاي، دي حاجتين مختلفتين جدا. صح. يعني لو انت عايزه، انا واحده بتحب النجاح جدا apparently باين يعني طبعا دي الحته انا بقول لك ان انا I lost myself. وقدرتي ترجعيها. قدرتي ترجعيها بالرسم، وبان انت وقفتي مع نفسك واقفه وقلتي انا مش هكمل كده، انا همشي في طريق تاني. بالظبط. صراحه دي مش اي حد بيعرف يعملها على فكره، اللي انت عملتيه ده، يعني ترانسفورميشن اللي انت عملتيه، يعني من ليلى الانتربرينور ليلى الارتست. بصي الحمد لله. وفي نفس الوقت انا بحمد ربنا على نولا، ان انا من خلال نولا النهارده برضو قادره اعيش عيشه الفن. ان حياتي ان انا ابقى فنانه ما هياش حاجه سهله، وانا لسه في المشوار وببتدي. انا لسه ولا نجحت، بس انا عندي يقين. بس انت عارفه انك هتبقي فنانه انا عالميه. عندي يقين. انا عندي كمان ثقه فيكي، يعني طبعا انا متاكده انك هتبقي فنانه عالميه. انا بعمل اللي عليا، انا في استوديو بتاعي وبذاكر، وربنا بيكرم الناس وانا بعمل اللي عليا وسايباه على ربنا، ومؤمنه يعني ان انا طول ما انا بعمل اللي عليا ربنا هيبقى جنبي 100% ان شاء الله. ده باذن الله ونعم بالله. وهتبقي فنانه عالميه باذن الله يا رب. وعايزه دوكيمنت دف عندي في البودكاست ان انا بقولك هتبقي فنانه عالميه. اي كان سي ات، انا شايفاها يا رب. يعني عندي يقين ده في الله برضو، وثقه في موهبتك يا رب ان شاء الله. طب في سؤال كنت متوقعه ان انا اساله لك، عشان هنخش دلوقتي على فقرة أسئلة خفيفة ولذيذة وأقدر بقى أقراها بقى وأريح بقى. فقولي لي، تقدري تقولي في سؤال أنت كنتي expecting إن أنا أسأله لك ما قلتوش؟ حاسة إن إحنا قلنا كل حاجة صح. بجد والله؟ إيه ده؟ طب شفتي بقى التيم وشطارته؟ لا ما فيش حاجة ما اتكلمناش فيها. طب والله هايل، حلو قوي. طيب دي أسئلة خفيفة، يعني هندخل على أسئلة خفيفة ولعبة كده اختياري، مش هتاخد وقت كتير. بس هي يعني تعمل لنا، هتفك المود الديب اللي كنا فيه ده. كاب كيك ولا تشيز كيك؟ كاب كيك اكيد. بصراحه بقى السؤال ده طيب قهوه ولا شاي؟ قهوه. اوكي. شروق ولا غروب؟ شروق. اكيد شروق. صيف ولا شتاء؟ صيف. طيب المدينه ولا الطبيعه؟ الطبيعه. expected big time. طبيعه طبعا، حتى انا على فكره. تحبي تشتغلي لوحدك ولا مع تيم؟ لوحدي ولا مع تيم؟ لا مع تيم طبعا. اوكي انا بختلف عنك شويه. كعب عالي، هيلز ولا سنيكرز؟ سنيكرز all the way. انا وانتي اخر حاجه اكبر حاجه. طيب حلويات ولا حاجات مالحه، يعني ديزرتس ولا سيفري؟ سيفري. بجد؟ بعد كل ده؟ سيفري. دي مفاجاه. طب انتي ما كنتش بتدوقي حاجتك وكده؟ بدوق بس يعني خلاص انتي you're overwhelmed. جبتي اخرك في الحل. بصي سيفري، يعني سيفري برضه؟ سيفري. انا الاثنين. بصراحه الاثنين. طيب لو كانت حياتك نوع حلويات،
كانت هتبقى ايه؟ كب كيك طبعا. طب ليه؟ ايه عشان اللي في الكب كيك يشبه هقول نايلة؟ لك، انا حياتي اللي انا اكتشفته ان انا ليا كذا شكل ولون وطعم وفكرة حاجات كتير صغيرة في بعض حلوة يعني. عارفة أنا شايفة ليه كمان؟ انتي بتحبي الحاجات الاستاتيكلي بليزنج او اللي هي بتبسط العين قوي، بتحبي الجمال عامة في كل شيء، فالكب كيكس وهي محطوطة كده الديسبلاي بيبقى شكله حلو قوي. فيمكن عشان كده انتي تحبي الكب كيكس فعلا. وانتي فنانة اصلا وبتاعت الوان وكب كيكس كلها الوان صح. واشكال. طيب ايام نولا كان نفسك تشتغلي مع حد معين ومعرفتيش تشتغلي معاه؟ ممكن let's say ممكن it could be a celebrity مثلا as an influencer celebrity، حد يعمل لك عارفة أو ايه؟ كنت PR. بفكر في القصة دي من يومين. مارثا ستوارت. يا سلام، اشمعنى كان نفسك؟ بس ستيل انت فيها ممكن why not؟ يعني I would love for Nola to have a collaboration with Martha Stewart. ليه؟ علشان هي أول ما ابتديت عملت كتاب اسمه The Cupcake Book صح. وهي من الناس اللي ساعدتني جدا في مشواري she's a role model ليا. Was she a mentor بس like a virtual mentor؟ لا بس Nola is part of يعني كانت يعني جايد ليكي في شغلك ولا؟ لا بس أنا اتكلمت مع CEO بتاعت شركتها قبل كده. بجد والله؟ برافو برافو. شفتي انت بتوصلي أي مكان عايزة توصلي بتوصلي له. طيب ايه الحاجة آخر حاجة عملتيها كانت مجنونة أو تلقائية؟ آخر حاجة ريسنت يعني حاجة مؤخرا. art residency في فنلندا. أيوة صحيح. احنا زي ما نجيبش سيرة الموضوع ده. ليلى أصلا 5 أيام في مصر، راجعة من art residency في فنلند ومسافرة تاني، فأنا لقطتك في ال5 أيام. التجربة الصراحة لما كنت بشوف على انستجرام يعني برافو عليكي. لا انتي أنا ما أقدرش صراحة. انتي قعدتي مدة وبره وبلاد غريبة وما رحتوش قبل كده. لا ممكن تدينا جليمس عنها، بتحكي لنا عملتي فيها ايه؟ رحت شهر في الغابة عشان أرسم. غابة يعني يا ريت نسمع. غابة ادي بقى العقليات اللي انا بقى بجيبها. غابة you're very different and very special الصراحة، انتي مميزة honestly. بتعملي ايه في الغابة؟ برسم مع مجموعة من الفنانين الأجانب طبعا من بلاد مختلفة. علشان في دول كده عاملة زي ان انتي تروحي وان انتي زي يعني مجموعة من الفنانين يتجمعوا ويعيشوا مع بعض لمدة شهر وينتجوا شغل مع بعض، وده لأنه هو بيحسن الإنتاجية بتاعت الفنان، وان انتي تقعدي يبقى محور الحوار حوالين الفن. دي أول مرة اسمعها وكانت interesting. فاكرة ما قلتي تعالي وكده قلت لك أكيد لأ أكيد لأ، يعني هقعد هزهق مع اني بحب الطبيعه، بس برضو بحب يعني. انتوا كنتوا قاعدين في كنت الاوتيلات ما كانت مريحه؟ لا بصي لا هي ما بتبقاش حاجه مريحه خالص. بالظبط. ما انت اول ما قلتي لي الجمله دي في التليفون قلت لك ان شاء الله باذن الله ابقى اجي ان شاء الله المره الجايه بيقابليني. مش هتشوفيني ابدا. لا ده انت you're obsessed ده obsession. انت obsessed بالفن، فبرافو عليكي honestly يعني. عشان كده بقولك هتبقي عالميه، اللي بيعمل ده يبقى عالمي باذن الله. طيب ايه الحاجة اللي دايما في شنطتك مهما حصل؟ always in your bag. دايما حاجة my power bank. فعلا؟ بطاريتي دايما هتموت. اوكي. ما بتفتكريش تشحني تليفونك في البيت؟ واضح ان مخك مش ما بتركزيش في الموضوع. معايا دايما الباور بانك، هو ده. انا فاهم، ما عنديش واحد اصلا. اشتري واحد. اكتر مسلسل او فيلم بتحبيه وممكن تعيدي تتفرجي عليه؟ مسلسل او فيلم مش بتفرج على افلام قوي، بس انا ما بقتش برضه ما بقتش بتفرج. يوم خلاص الواحد ما بقاش بيعيد يعني الصراحه. مش عارفه ليه ما بقتش اتفرج قوي زي زمان. بس يعني انا بتفرج على مسلسل. انا بحب العربي قوي يعني. حلو. ما بتحبيش بقى التركي والكلام ده؟ لا. لسه حد سائلني عن موضوع المسلسلات التركي ولا لما كنت يعني انا كنت اكتشفتها وبعد كده اكتشفت انها ضياع للوقت. حتى قلت له ساعتها ولما عملوا حريم السلطان قفلت بالتركي تماما. قفلت بالتركي وحلفت ما شايفه تركي تاني. ايوه عشان التايتل كان مش عاجبني والموضوع كله ما كانش عاجبني. حريم السلطان اللي هو شكرا. أيوة ما شفتش تركي من ساعتها. طيب أغنية لما بتسمعيها بترفع مودك it hypes you up؟ أنا وأنا برسم أنا ما بسمعش غير عبد الحليم حافظ. ثانية واحدة، تسمعي مين؟ بس عبد الحليم حافظ؟ ده من أهالينا. ليه؟ أنا كده ما أعرفش. أنا بحب ليلى أنتي صغيرة قوي على كده. عبد الحليم حافظ؟ أوكي ماشي. هو أغاني حلو كل حاجة، بس يعني أنا honestly لأ، يعني بحس إن ده زمن تاني وأنا بحب أبقى on ground. هقول لك حاجة، الأغنية بتقعد ساعة
فانا بدخل في مع حدوته، الرسم بقى. بدخل في حدوته الأغنية من أولها لآخرها، غير الأغاني الجديدة اللي هي 3 دقايق. أنا عايزة أسرح مع وانتي بترسمي تسمعي. فبدخل في مود معين بالساعات كده. بس مش ام كلثوم بقى لا، وكده، عبد الحليم. حافظ. اشمعنى هو أغانيه very visual very كمان، visual. يعني إيه ده؟ الكلام، هتخليني اركز في الموضوع ده. الكلام حلو قوي. اوكي، ده زمان انا اسمع عن عبد الحليم حافظ، ده كان زمان يعني كل الناس obsessed. أنا ما بسمعش غير عبد الحليم حافظ. سبحان الله. يعني لسه فنه عايش لحد دلوقتي مع جيلك، يعني ده شيء يعني شيء مؤثر. طيب لو تقدري تعيشي مكان حد اليوم واحد، تختاري مين؟ مكان دول قوي الاسئله، عاجبيني اكتر من الاول تعبت شويه. الاول حسيت ان ايه ده، انا بقيت في بودكاست واتدبست وده كتير قوي، بس دول لا، بس انتي شاطرة قوي بجد. ثانك يو بجد. انا مش حاسه خالص، بس انا كنت حاسه اني عايزه اعمل ده. برافو عليكي. فكره ان هو انا عايزه اعمل ده، بس حتى لو مش واثقه في نفسي، بس انا اعمله، عايزه اجرب نفسي. ثانك يو ليلى، ده it's your energy and your presence، طاقتك وحضورك. سوري على الكلام يا علي. سوري على كلمتين انجلش يعني طلعوا مني. who would I like to have اليوم؟ والله مش عارفة. في حد كان نفسك تبقي هو؟ الصراحة لا. ولا انا يعني صراحه لا خالص. لا، مش عارفه، سبحان الله. يعني الواحد وهو صغير ممكن ساعات بيحس يا كنت بقى زي دي او زي دي وهو طفل مثلا، بس دلوقتي لا خالص. ولا عايزه الحياه كانت مختلفه، ولا عايزه كنت ابقى حد تاني. لا خالص. تفتكري ده احنا كده وصلنا لحته سيلف لاف هيلثي؟ يعني انا شايفه كده. رضا كمان. الرضا، برافو عليكي. الرضا ده مهم قوي صراحه، هو كل حاجه. عارفه ان في ناس بتعيش وتموت وما بتحسوش، دول بقى بيبقوا حرام، يعني بيصعبوا عليا قوي. عايزين بقى كده حاجات يعني ممكن تبقى unexpected personal، يعني مش متوقعه وشخصيه شويه. ايه حاجه ممكن تفاجئ الناس عنك؟ يعني قوليها دلوقتي مثلا، واللي هيسمعوا هيقول لك ايه ده، معقوله ليلى؟ مش عارفة. أنا دايما بحس إن أنا بفاجئ الناس كل يوم، يعني يعني مش يعني أنا نفسي بفاجئ نفسي، يعني مش عارفة. مش اي حاجه عايزه تقوليها الناس لو سمعتها هتتفاجئ؟ يعني هقول لك حاجة، أنا أصحابي مثلا بيتخضوا الكامبينج اللي أنا بروحه، إن أنا بروح حتت غريبة. انت تباني شخص مرفه جدا ودلوع جدا خالص. ولما قلتي لي انت رايحه فين خالص، انا honestly صدمت. يعني انا يعني مثلا رحت مثلا الاسكا في الادغال مع الدبب والحاجات. انت كده ما بتخافيش؟ ها؟ انا عايزه اشوف الدنيا، يعني حلمي ان انا عارفه. انت ايه عندك انك تلفي العالم في الباكت ليست بتاعتك؟ في بلاد يعني عندك نفسي my life goal في الحياه ان انا، يعني دايما بقول on my death bed ان شاء الله يا رب، اقول ان انا شفت العالم ده، حلم حياتي وبعمل المستحيل. انت اوريدي شغاله فيه. بعمل عشان اشوفه بقى. والدنيا يعني الموضوع بعمل اي حاجة عشان اقدر اوصل للحلم ده برضو. والارت ريزيدنسيز مثلا من ضمن الحاجات اللي بتخليني اقدر اسافر واشوف واكسبيرينس العالم. انت ناوية تعمليها تاني؟ طبعا. طبعا. كل سنة. وتروحي اماكن مش مريحة. لا برافو قدرة، يعني انا ما اقدرش عليها honestly. طيب اخر مرة ضحكتي فيها من قلبك كانت امتى؟ غير النهارده يعني طبعا. غير النهارده. والله لما يعني مع اصحابي، دايما مع اصحابي الصراحه. انت you have a very nice laugh and smile. لا ضحكتك وابتسامتك حلوه قوي صراحه، تحسي اللي قدامك كده حياه حلوه وطاقه حلوه، وده حقيقه. طيب لو الطفله اللي جواكي دلوقتي هتسالك سؤال، ممكن يكون ايه؟ هتسالني سؤال؟ لو احنا كل حد فينا فيه طفله تسالك سؤال، انا ممكن اساعدك في ده. قولي. يعني مثلا let's say انت وانت طفله كنتي بتشوفي النجاح ازاي، ولما كبرتي بقيتي بتشوفيه ازاي؟ تصدقي يا هايدي، انا دايما بسال نفسي السؤال ده، ايه هو النجاح بالنسبه لي؟ وانا لسه مش عارفه اجاوب عليه خالص. لا، ممكن تبقى عندك اجابه وهتكملي عليها. انتي ايه النجاح بالنسبه لك؟ انا اتسالت السؤال ده قبل كده، وبحس انا بالنسبه لي النجاح اني اوصل لاحسن نسخه مني، مع عدم اذيه او ناجي على حق الناس اللي بحبهم في حياتي. تصدقي دي اجابه حلوه قوي. ده الاحساس ده اللي انا بحسه، ان انا عايزه اعمل الحاجات دي، بس في نفس الوقت عايزه احافظ على الناس اللي يهموني في حياتي. ما ينفعش حته النجاح فادوس على هنا وادوس على علاقاتي دي وعلاقاتي دي. انا شايفه ان النجاح يعني عشان استمتع بالحاله، اصل انا هستمتع بالنجاح مع مين؟
مع اكيد ناس ما بقاش اذيتهم او مثلا جيت على حقهم، سواء جوزي ولادي اهلي. فانا بالنسبه لي ده النجاح. انت خليتيني انا الضيفه. طيب هل عندك خوف كنت مخبياه وتغلبتي عليه؟ كنت لا في الاخر في الشغل كان عندي جالي زي كده anxiety عنيف ان انا دايما خايفة من بكرة. ودلوقتي انا النهاردة الحمد لله وصلت لمرحلة ان انا يعني مش قادرة استنى بكرة وجمال بكرة يعني. الله يا ليلى، حلو ده قوي. من كده لكده وصلتي لكده، بس اكيد اشتغلتي على نفسك كتير. يعني انك تبقي من واحده بتخاف من بكره لواحده بقى اكسايتد تشوف ايه الحلو اللي بكره هيديه. وبيقولوا ان المايند سيت ده هو اكتر مايند سيت بيقربك من ربنا وبيخليه دايما رزقه حاضر في حياتك وشايفاه وحاساه. حسيتي في لحظه ان الدنيا لفت ورجعت لنقطه كنتي سايباها من زمان؟ لا، ان انا حاسه ان انا رجعت لنفسي. يعني مش ان انا لقيت حد جديد، انا رجعت لنفسي اللي ضاعت مني في النص. فدي اللي انا حاسه ان انا رجعت لها، لو ده بيجاوب على سؤالك، يعني لو انا فهمت السؤال صح. طيب ليلى، انتي نورتيني وصراحة أنا يعني عايزة أقعد معاكي للصبح، بس أنا عارفة إن أنتي you only have 2 hours، عندك ساعتين بس ومحتاجة تكملي عشان مسافرة تاني بكرة. يا رب بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمك. تاني بشكرك وبقولك أنا يعني ممتنة و very grateful إن أنتي جيتي تصوري معايا وأنا بعمل ده لأول مرة في حياتي honestly. وكتير ممكن يقلقوا ان انا اول مره وبعمل ده، لكن انتي جيتي ودعمتيني وقفتي جنبي. يعني مع ان احنا علاقتنا مش مكمله سنه مثلا، لا ومع هذا يعني كاني اعرفك من زمان قوي. وبجد انا فخوره اني صاحبتك واتفخر كده واقول انا صاحبه ليلى صدقي وشرفتيني بجد. يعني انا في شرف ليا يا هايدي بجد. يعني ثانك يو ليكي وثانك يو على البودكاست الجميل ده. يا رب يبقى جميل. لا يعني بيكي اكيد هيبقى جميل. ثانك يو. لا يعني وانا مبسوطه اول مره اتكلم في الكلام اللي انا قلته كله النهارده. ده شرف ليا بجد والله. يعني وحاسه حلوه قوي لما السيدات يقفوا جنب بعض ويساعدوا بعض ويسندوا بعض ويعني وإن شاء الله البودكاست ده يبقى أنجح بودكاست يا رب في العالم. بوشك الحلو في أكيد أكيد يا رب أمين. لا. وعايزة أقول لك حاجة تانية، إن أنا كنت حابة نموذج ده أنتي تطلعي ناس تشوفك، لأن أنتي نموذج أنا ما شفته. الناس اللي زيك قليلين قوي في مصر للأسف، أنا ما شفتش كتير كده. يعني الستات عندنا محتاجين يفهموا إن طاقتهم اللي بيحطوها بقى في الغيرة والحركات بتاعت الستات دي، لو يحطوها في empowering أو تشجيع بعضهم كلهم هيبقوا ستات ناجحة وما حصلوش، بس يبقوا حقيقيين ما يمثلوش. ما يبقاش كل واحدة عايز تبقى شبه فلانة، دي كارثة. فأنا متشرفة بيك يا ليلى، وبجد قلت لك ظهورك معايا ده شرف ليا وهفتخر بيه. وبس دي نهاية الحلقة الأولانية أو البودكاست الأولاني من The هايدي العبد شو. فأنا بس عايزة أقول في الآخر إن النجاح مش دايما بيكون آخر الحكاية، أوقات كتير قوي بيكون أول سطر في فصل جديد في حياتنا. فاستنونا مع ضيوف تانيين في حلقات تانية من The هايدي العبد شو.